الثاني في الجبر، وهو مجموعة الأعداد الغير نسبية ن شرط. هنشوف تعريف العدد الغير نسبي. طبعا أخذنا السنة اللي فاتت تعريف العدد النسبي، وهو العدد الذي يمكن وضعه على صورة ألف على ب، يعني بسط مقام، بحيث الألف والب أعداد صحيحة والمقام اللي هو ب لا يساوي الصفر. طيب لما نيجي للعدد الغير نسبي هنعرفه ازاي يا شباب؟ هنقول هو العدد الذي لا يمكن وضعه على صورة ألف على ب. ما ينفعش أقول كده واسكت يا شباب، بحيث ألف وب أعداد صحيحة. يعني ما ينفعش أحطه على صورة ألف على ب، مش الصورة الشكلية، لا، بالشروط إن الألف والب أعداد صحيحة. طبعا في كلا الأحوال الب لا تساوي الصفر. تمام؟ يبقى هنا ده تعريف العدد الغير نسبي يا شباب، هو العدد الذي يمكن أو الذي لا يمكن وضعه على صورة ألف على ب، بحيث ألف وب أعداد صحيحة. طيب حد يقول لي إزاي كده؟ طيب نركز بس مع بعض في جزئية. أنا عندي يا شباب الأعداد الغير نسبية هتنحصر في 3 أشكال. ركز معايا، ركز معايا في الملحوظة دي. الأعداد الغير نسبية تنحصر في 3 أشكال. تمام؟ إيه هم بقى ال3 أشكال يا شباب؟ ركز كده معايا. الشكل الأولاني الجذور التربيعية لأعداد غير مربع كامل. بمعنى إن الجذر التربيعي للعدد المربع الكامل نسبي، إنما اللي جذر التربيعي للعدد الغير مربع كامل بيكون عدد غير نسبي. مثال كده صغير، ركز معايا، مثل كده. خلي بالك أنت عندك هنا جذر التربيعي ل9 بيساوي 3، ده ينتمي إلى ن. بينما الجذر التربيعي ل5 ده ما بيساويش عدد نسبي، يعني ما ينفعش عدد اللي يطلع يتحط على صورة ألف على ب، فلذلك ده ينتمي إلى ن شرط. طبعا ن شرطة يا جماعة ده رمز مجموعة الأعداد الغير نسبية، يبقى ن عدد نسبي، ن شرطة عدد غير نسبي. ده كان الصنف الأولاني للأعداد الغير نسبية. قلنا الجذر التربيعي لعدد غير مربع كامل، وهناخد سؤال تفاعلي دلوقتي هنعرف فيه، هناخد أمثلة ونشوف مدى فهمنا للكلام ده. الصنف الثاني يا شباب، أنا سامع واحد شاطر بيقول لي يا أستاذ زي ما قلنا الجذور التربيعية لأعداد غير مربع كامل، برضو الجذور التكعيبية للأعداد الغير مكعب كامل. تمام؟ مثال كده، ركز معايا عشان برضو كل حاجة بمثال عشان نبقى فاهمين وماشيين مع بعض. خلي بالك هنا لو قلت لك الجذر التكعيبي ل8 كان بيساوي كام؟ 2، ده عدد نسبي يبقى ده ينتمي إلى ن. طيب لو قلت لك الجذر التكعيبي ل9، ركز معايا، 9 مش تربيعي، لا الجذر تكعيبي، ايه العدد اللي مكعبه يساوي 9؟ ده مش نسبي، يبقى ده عدد غير نسبي. واضح كده يا جماعة؟ طيب النوع الثالث يا شباب، عشان يعني هم دول الخلاصة والعصارة بتوعة الدرس، ازاي تميز عدد نسبي او غير نسبي. النوع الثالث معانا
العدد التقريبي اللي هو باي. تمام. باي ده يا جماعة ده عدد غير نسبي. واحد يقول لي يا أستاذ ده بيساوي 22 على 7. لا، 22 على 7 دي نسبة تقريبية للعدد باي أو طه. واحد يقول لي 3.14% عدد نسبي، بقول لك لا، ده برضو نسبة تقريبية لباي، إنما قيمة باي الحقيقية هنا عدد غير نسبي، ما ينفعش أحصرها في 22 على 7 أو 3.14%. ولكن هنا دي بنديها كنسب تقريبية للعدد باي علشان أقدر أحل المسائل اللي بتجيلي فيها بستخدم العدد باي. ده حتى شعارنا هنا في منصة نتعلم للرياضيات هتلاقي باي عندك هنا من فوق كده العدد باي، وده يعني حاجة يعني في ناس خدت فيها دكتوراه العدد باي. تمام. دي كان يا شباب الصور اللي ممكن يكون فيها العدد غير نسبي، يكون جذر تربيعي العدد غير مربع كامل، جذر تكعيبي العدد غير مكعب كامل، يكون العدد اللي هو باي، العدد الغير نسبي باي. تمام. طيب تعالوا كده نشوف سؤال تفاعلي، وبعد كده ناخد ملحوظة أو ملاحظات على الدرس وناخد تمارين. يلا بينا. السؤال بيقول هنا أكمل باستخدام أحد الرمزين نون أو نون شرطة. هنختار طبعا من الإجابات اللي قدامنا ويظهر معايا إنك أنت تختار الإجابة الأولى أو الثانية. الجذر التكعيبي لسالب 8 هل ينتمي إلى نون أم نون شرط؟ الجذر التكعيبي لسالب 25 ينتمي الإجابة الأولى نون أم نون شرط؟ في بعض الملاحظات يا شباب هنشوفها مع بعض. أول ملحوظة طبعا وهنأكد عليها برضو، يرمز لمجموعة الأعداد الغير نسبية بالرمز نون شرط. تمام. ايه الملحوظة الثانية يا شباب معانا؟ مجموعة الأعداد النسبية تقاطع مجموعة الأعداد الغير نسبية يساوي يعني ايه بقى؟ ايه العدد اللي مشترك او الأعداد المشتركة ما بين النسبية او غير نسبية؟ يعني ايه العدد اللي ينفع يبقى نسبي وغير نسبي في نفس الوقت؟ طبعا ما عنديش. يبقى هنا مجموعة التقاطع ايه يا شباب؟ فاي. تمام. يبقى هنا نون تقاطع نون شرطة بيساوي فاي. خلي بالك علشان ان شاء الله في الدروس القادمة هنعرف نون اتحاد نون شرطة هيساوي ايه. تمام. بس مش عايزين نسبق الاحداث. تعالوا نشوف مع بعض الامثلة والتمارين على الدرس. درس بسيط وخفيف ان شاء الله مفيهوش اي مشكلة. نبص على الامثلة والمسائل اللي موجودة قدامنا. السؤال هنا بيقول لي اكمل باستخدام احد الرمزين نون او نون شرط. في كل نقط من اللي قدامنا دي يا شباب هنحط يا اما نون يا اما نون شرط، يا اما عدد نسبي يا اما عدد غير نسبي. تعالوا نشوف. 5 ده عدد او ينتمي الى نون ولا نون شرط؟ الخمسة ده عدد صحيح وعدد طبيعي، فبالتالي اي عدد طبيعي واي عدد صحيح يكون عدد نسبي. تمام. لان انا اقدر احطه على صورة الف على ب باكتر من شكل، بحيث ان الف وب اعداد صحيحة. هنا يبقى 5 ينتمي الى ايه؟ الى نون. طيب سالب 7 من 10. طب سالب 7 من 10 اقدر احطها على صورة الف على ب اللي هي سالب 7 على 10، والسالب 7 ده ينتمي إلى صاد وال10 ينتمي إلى صاد، يبقى ده عدد نسبي، يبقى هنا نقول نون. الجذر التكعيبي لسالب 9. تعالى شوف السالب 9، اسأل نفسك سؤال كده طالما لقيت علامة جذر، هل سالب 9 طبعا جذر تكعيبي مكعب كامل؟ اسأل كده، الإجابة لا، يبقى عدد غير نسبي، يبقى ينتمي إلى نون شرط. تمام. الجذر التربيعي ل10، اسأل نفسك هل 10 طبعا جذر تربيعي بنقول مربع كامل؟ الإجابة لا، يعني مش عدد يتضرب في نفسه يدينا 10، يبقى هنا ينتمي إلى نون، يبقى ده عدد غير نسبي، يبقى نون شرط.
الجذر التكعيبي ل 8 اسأل نفسك هل 8 ده مكعب كامل؟ الإجابة نعم، يبقى ده عدد نسبي. طالما مكعب كامل تحت جذر تكعيبي يبقى الناتج عدد نسبي، يبقى هنا نون. باي ينتمي، طبعا احنا قايلين ان باي ده الصنف الثالث من اصناف مجموعه الاعداد الغير نسبيه، هنا ينتمي لنون شرط. تمام كده يا شباب، وضحت؟ اتمنى تكون الامور واضحه. تعالوا مع بعض نشوف السؤال التفاعلي على نفس هذه النوعيه من الاسئله، وبعد كده ناخد نوع اخر من الامثله والتمارين وناخد عليه اسئله تفاعليه. يلا بينا. السؤال هنا بيقول لي اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة. يمكن احنا غيرنا شكل السؤال شوية. هنا الجذر التربيعي ال25 ينتمي إلى، والجذر التكعيبي ال25 ينتمي إلى. الإجابات هتكون الإجابة نون ونون، يعني نحط نون هنا في الأول ونون هنا تاني، ولا نحط نون شرطة هنا ونون شرطة هنا، ولا نحط نون ونون شرطة، ولا نون شرطة ونون. هنشوف كده الإجابة الصح والمناسبة نختارها. بعض التمارين وأشكال مختلفة للأسئلة. السؤال هنا بيقول لي أوجد قيمة س في كل مما يأتي. أول حاجة س تربيع تساوي 5. الحاجة التانية أو رقم ب 2 س تربيع زائد 1 يساوي 35. خلي بالي هنا قال لي أوجد قيمة س، يعني ما قاليش مجموعة حل المعادلة، فبكتفي إن أنا أجيب قيمة س. تعالوا نشوف مع بعض إزاي هنحسب قيمة س في الحالتين. هنا س تربيع بتساوي 5. طالما س لقيت تربيع والطرف الثاني مثلا عدد، يبقى على طول نقول ايه؟ ناخذ الجذر الايه؟ لو تربيعي يبقى ناخد الجذر التربيعي، لو تكعيب ناخد الجذر التكعيبي. يبقى ناخد الجذر التربيعي للايه؟ للطرفين. يبقى على طول الجذر التربيعي لس تربيع بس، الجذر التربيعي ل5 يبقى هنا موجب او سالب جذر 5. يبقى هنا س تاخد قيمتين، لان الجذر التربيعي قلنا ليه قيمتين، يا اما موجب يا اما سالب. يبقى هنا س موجب أو سالب جذر 5. خلاص كده يبقى احنا حلينا السؤال. طيب تعالوا نشوف الناحية التانية ونشوف الحل. هنا 2 س تربيع زائد 1 يساوي 35. الهدف يا شباب إن احنا نوصل لقيمة السين. يبقى على طول أجرد أي حاجة موجودة مع السين. يبقى أول حاجة عندي الواحد ده ناخده الناحية التانية بعكس الإشارة. يبقى هنقول 2 س تربيع، نشيل واحد نوديه الناحية التانية فيها 35، الواحد يجي لها بعكس الإشارة. يبقى 2 س تربيع هيساوي 35 ناقص واحد كام؟ 34. برافو عليك. بعد كده يا شباب هنعمل إيه؟ أنا عندي هنا السين تربيع، هنا 2 س تربيع، يبقى نتخلص من الاتنين دي، يبقى نقسم على 2 هنا ونقسم على 2 هنا في الطرفين. يبقى على طول الناتج هيبقى عندي اقسم 2 على 2 فيها الواحد، يبقى يقعد س تربيع في الطرف الأيمن، و34 على 2 فيها الكام يا شباب؟ فيها ال17. بقى عندي كده الطرف الأيمن في س تربيع والطرف الأيسر 17. بعد كده يبقى ناخد الجذر التربيعي زي ما عملنا في المسألة اللي فاتت للطرفين. تمام يا شباب؟ يبقى على طول يبقى هنا س تساوي موجب أو سالب جذر 17. وخلي بالك في الحالتين قيمة السين أعداد غير نسبية، جذر 5 أو سالب جذر 5. خلي بالك في فرق بين سالب جذر 5 وجذر سالب 5، فرق شاسع يعني. تمام؟ ده عدد غير نسبي وهنا ده عدد غير نسبي اللي هو الجذر 17. تمام يا شباب؟ ناخد نوع تاني من الأسئلة. السؤال يا شباب بيقول المربع الذي طول ضلعه جذر 5 تكون مساحته نقط. في البداية لازم أكون عارف مساحة المربع يا شباب. مساحة المربع بيساوي طول الضلع في نفسه. تمام؟ يعني مربع طول الضلع يعني لو رمزنا لطول الضلع بلام يبقى لام في لام بلام تربيع. طيب هنا طول الضلع بكام؟ جذر 5 في نفسه، يبقى في جذر 5 يبقى هيساوي كام يا شباب؟ جذر 5
الكل تربيع تساوي 5. أو ممكن واحد يحلها تاني يقول لك أساسها تساوي جذر 5 في 5 اللي هي جذر التربيع 25 بيساوي 5. تمام كده يا شباب؟ يبقى هنا الإجابة هتكون 5 إيه؟ طبعا أنا مش كاتب وحدات، يبقى لو كتبنا وحدة بالسنتي يبقى هنا المساحة تكون 5 سنتيمتر مربع. تمام كده يا شباب؟ آخر نوع من الأسئلة، السؤال هنا بيقول لي اختر العدد الغير نسبي المحصور بين 2 و3. طبعا 2 و3 دول أعداد صحيحة وأعداد نسبية. عايز عدد نسبي محصور ما بينهم. هو الإجابات عندي جذر 4 ولا 2 و5 من 10 ولا 2 وتلت ولا جذر 7. لو واحد يا شباب بص كده في الإجابات هيطلع الإجابة على طول من غير ما يفكر ومن غير ما يحل ومن غير ما يشوف الطريقة اللي احنا هنقولها دلوقتي. تمام؟ على طول هنا الإجابة كل الأعداد اللي في الاختيارات ده نسبي، ده ينتمي لنون، وده نسبي وده عدد نسبي، هو ده الوحيد اللي ينتمي لنون شرط. يبقى على طول ده الإجابة من غير ما أفكر. طيب يا مستر، طب هو في طريقة؟ في طريقة. الاثنين ده يا شباب ربع كده، الاثنين عبارة عن مربعها 4، يبقى الاثنين دي عبارة عن جذر 4 يا شباب. والتلاتة دي عبارة عن جذر 9. جذر 9 3 وجذر 4 2، يعني ربع ده وحطه تحت الجذر وربع الاثنين حطه تحت الجذر. أي أعداد محصورة ما بين الأربعة والتسعة حطها تحت الجذر التربيعي. يعني جذر 5 شغال، جذر 6 شغال، جذر 7 شغال، جذر 8 شغال معايا. كل دي اختيارات تنفع تتحط في هذا السؤال. تمام؟ ولكن في أسئلة الاختياري أحيانا ممكن التفكير المنطقي يغنيني عن إن أنا أحل بخطوات أو كده. كل الأعداد اللي في الاختيارات غير كلها نسبية ما عدا إجابة واحدة اللي هي غير نسبية، وهو عايز عدد غير نسبي، فهتكون الإجابة هي جذر 7. تمام؟ ودي الطريقة يا شباب اللي احنا بنقدر نعرف بيها الأعداد الغير نسبية المحصورة ما بين عددين نسبيين. تمام يا شباب؟ هناخد سؤالين تفاعليين ننهي بيهم الدرس بتاع النهارده. يلا بينا. بيقول العدد الغير نسبي المحصور بين 3 و4 هو، الإجابات عندي 3 و5 من 10 أم 1 على 8 أم جذر 7 أم جذر 10. تمام يا شباب؟ بنفس الطريقة اللي احنا قلناها في شرح المثال اللي فات. السؤال اللي بعد كده، المربع الذي طول ضلعه جذر 3 سنتيمتر تكون مساحة سطحه تساوي نقط سنتيمتر مربع. 4 جذر 3 أم 9 أم 3 أم 6 سنتيمتر مربع. بكده يا شباب نكون وصلنا لنهاية درس النهاردة. أتمنى نكون وفقنا في عرض الدرس وتكونوا استمتعتوا معنا. إلى اللقاء في الدرس القادم.